واحد من أقوى المحفزات في عقل الإنسان هو الخوف من الفرصة اللي هتضيع، اللي احنا بنسميه الخوف من الفقدان أو الفومو Fear of Missing Out. مثال على كده، ساعات الناس ما بتتحركش عشان يكسبوا رزق يومهم، لكن تلاقيهم يتحركوا على طول لو حسوا إن في خسارة أو تهديد على الرزق ده. وهنا بيجي دور حاجتين. أول حاجة الندرة، يعني زي لما بيكتبوا عدد محدود أو limited edition أو الكمية على وشك إن هي تخلص أو العرض ده لأول 100 شخص بس. وتاني حاجة الإلحاح، زي ما يقولك آخر فرصة أو قبل نهاية اليوم أو بس يوم الجمعة. لما تقدم عرض بشكل يخلي الشخص يحس إن القرار لازم يتاخد دلوقتي، اللاوعي بيشتغل وبيتحرك بسرعة، أوقات حتى من غير تفكير كافي. ليه؟ لأن العقل بيكره الشعور إنه فاته القطر. لكن خليك حريص، لو استخدمت الندرة والإلحاح بطريقة مزيفة الناس هتحس وثقتهم فيك هتنهار. يعني لو كل يوم بتقول أنا مشغول بحاجات كبيرة وبقابل ناس مهمة كتيرة، الناس هتعرف إنك بتبالغ وهيبطلوا يسمعوك. لكن لما تستخدمهم بصدق وفي الوقت المناسب بيبقوا أقوى أدوات تحفيز على الإطلاق. المفتاح هنا هو إنك تحط سبب حقيقي للإلحاح أو الندرة، زي ما بتقول أنا بخرج بعد الشغل مرة أو مرتين بس في الأسبوع علشان أحافظ على إدارتي للوقت، أو الاجتماع مع الناس المهمة هيحصل مرة واحدة عشان الصفقة اللي شغالين عليها ومش هيتكرر. فالشفافية زائد الإلحاح تقدر تدينا الإقناع والتأثير.